يا مساء السعادة، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. تعالوا بقى النهارده اخدكم كده معايا في تجربة جديدة ومغامرة جديدة ومطبخ جديد ووصفات جديدة ومختلفة جدا جدا عن المطبخ المصري بتاعنا. احنا النهارده في هيلتون رمسيس وورشة عمل الاكلات التركية، من احلى وامتع التجارب اللي جربتها، وبجد انبسطت بيها جدا جدا. هصور لكم كده مقتطفات عن اليوم. النهارده عملنا وصفات تركية من المطبخ التركي أو من وصفات الأناضول، من الأكلات الشهيرة جدا جدا والتقليدية جدا جدا واللي ليها قصص وحكايات بجد ممتعة جدا. يعني الأكلات عندهم ليها أصول وليها حكايات زي عندنا، ويمكن ده اللي حسسني قد إيه في تقارب بين المطبخ المصري والمطبخ التركي في الثقافات. أو المطبخ بيبقى أصلا معتمد على إيه، الأكل بيبقى ليه قصة وحكاية زي عندنا. النهاردة عملنا أكلة اسمها أنلي كيزل، وهي الأم وبنتها، وعملنا كمان سلطة البنجر التركية، وبجد كانت شهية جدا جدا ولذيذة. حبيت أصور لكم كده مقتطفات بسيطة، ما حبيتش إن أنا أصور الوصفات وإعداد الوصفات وحاجات زي كده. حبيت بس إن أنا أصور كده بسرعة أو آخد من التصوير مقتطفات كده لذيذة، اللي هي بيها إني أسجل اليوم واللحظة ديت. بجد كنت مبسوطة جدا. تعالوا بقى شوفوا السفرة أو الترابيزات بعد ما رصينا الأكلات. وكنت سعيدة جدا جدا إن الورشة كمان يبقى فيها متابعة دورية طول الوقت. بيجي ناس من المعهد الثقافي التركي يكونوا موجودين ويتابعوا، وشيفات أتراك يكونوا موجودين ويتابعوا الأكلات اللي احنا بنعملها والوصفة مظبوطة ولا لأ، ولو في أي تعليق. بصراحة كانوا مبسوطين جدا جدا بشطارة كل الشيفات اللي كانوا موجودين. سعيدة بالتجربة دي جدا جدا، لقد ايه حسيت ان في روح كده من الحماس والتعاون كل الفريق اللي كان موجود، وقد ايه طاقة حلوة وجميلة، وقد ايه اتعلمت ثقافة جديدة ما كنتش اعرف عنها حاجة. واتبسطت كمان لما رئيسة المركز التركي كانت جت وزارتنا، وطول الوقت بيجوا يزورونا ويشيكوا على اللي احنا بنعمله، وكلت كمان من الاكل وانبسطت جدا جدا. ودلوقتي انا بقى بصور بعد ما خلصنا الاكلة، وبنقعد ناكل ونجرب وندوق ونشوف ايه الاكل عجبنا وايه انطباعنا عن الاكل. وتعالوا بقى شوفوا الاكل وانا بدوق. دي الأنليكز، وبتبقى معمولة من البرغل يا جماعة. البرغل المصري تقدري تستخدميه، بس هما بيستخدموا البرغل التركي بتاعهم، بيبقى أنعم شوية من البرغل بتاعنا. ودي بقى صديقتي اللي مش قادرة أقنعها إن أنا بصور، وكانت عمالة تبوظ لي التسجيل كل شوية. بس يلا بقى اضطرينا نطلع بصوتها. السلطة دي تحفة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا هاكل الطبق كله، مش هسيب فيه حاجة. بجد كان طعمه جميل جدا جدا. وده الطبق اللي انا مجرنشاه. كل واحد بيقدم الاكل بتاعه اللي عمله بايديه وبيقعد ياكله، ويقول كمان تجربته ايه ورأيه ايه في الاكل. وانا بصراحة انبسطت جدا جدا من التجربة دي. حبيت أشارككم لحظاتي، وحبيت تكونوا معايا في كل الأوقات وفي كل لحظة وكل تجربة جديدة أنا باخدها. استنوني في فيديو جديد، وأقول لكم أسيبكم في رعاية الله ومع ألف سلامة، وكملوا انتوا الفيديو.